مساء الخير. سنون. مش محتاجين حد يعمل لكم صفحة سوشيال ميديا المكان؟ شكرا، لا شكرا. شكرا. اسمع بس، هعمل لك شويه اعلانات تنقل لك المحل ده نقله تانية. مساء الخير. كنت بدور على شغل. سيب رقمك وهنتكلم. قلت لك لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتدور على حاجة؟ بدور على شغل. شغل يدوي؟ لا، شغل شهري. أيوة، بس ده محل أنتيكات. طب تحفة. أنا بعرف أصور وبعرف أمنتج وبعرف أعمل حاجات كتير. أنتوا عندكم صفحة سوشيال ميديا المكان؟ لا للأسف. طب حلو قوي. أنا ممكن أصور لكم الحاجات اللي هنا وأمنتجها بطريقة كده لذيذة وبتاع وأنزلها لكم على الصفحة دي وإن شاء الله يجي لكم زباين كتير. شاكرين يا ابني. طب ممكن حضرتك تجربني وأول ما يجي زباين أبقى آخد نسبتي؟ شاكرين يا ابني. شاكرين. ماشي، شكرا. لحظة واحدة يا ابني. خد دي. ألو. ايوه يا فخر، انا عابدين يا حبيبي. تعالى لي الشركه دلوقتي حالا، عاوزك. دلوقتي؟ ماشي حالا. سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هعين الشنطة دي قبل ما ادخل له. هيقول لي انت مش من القاهرة ويدخلني في سين وجيم وخلاص ما تشتغلش او تشتغل وانت هتروح وتيجي ولسه ما سكنتش ولا تتسرق او ما. لازم انا عين الشنطة دي فيها حد. فتحتي ايه؟ هو انا شايف غير مناخيرك؟ كنت عارفة انك هتيجي بس في نص الليل كده. هو انت شايفني ازاي؟ انا مش شايفك اصلا، انا جاي لاستاذ عابدين وماشي. عابدين؟ هتلاقيه موجود عندي. طب اقول لك ايه، اطلب منك طلب. عيوني. ممكن اسيب الشنط دي عندك لحد ما اخلص واجي اخدهم؟ ماشي بس بشرط تتجوزني. انت عندك تلت؟ ها؟ تعبيطه؟ اتجوزك انت شفتني مره واحده بس في حياتك ودي تاني مره ممكن اطلع نصاب او مستريح. بقول لك ايه، انت دخلت عليا وانا نايمه ولولا بس ان سمعتي سبقاني كنت صوتت ولميت عليك الدنيا. بس حتى دي ما جابتش نتيجه. ليه؟ في كاميرا. رجعوا الكاميرات وعرفوا اني كنت بحور. طب بصي، انا هسيب عندك الشنط دي، هروح لاستاذ عابدين واجي على طول واما اجي هشوف. ماشي؟ ما شاء الله عليك يا فخر، ما تاخرتش، جيت بسرعه. هو انت ساكن قريب من هنا؟ انا ساكن هنا يعني في المحيط ده. طب قول لي بقى، تحب تشرب ايه؟ لا شكرا، انا شارب واكل الحمد لله. لا، اقوم اعمل قهوه. اعمل لك قهوه معايا. لا والله ما تعبش حضرتك، انا تمام والله، ماليش نفسي اشرب حاجه. متاكد؟ متاكد. قول لي يا فخر، ايه رايك في الشركه بتاعتنا؟ جميله ما شاء الله. انا بقى يا فخر تقريبا عايش في الشركه دي صبح وليل. ده ما شاء الله يا استاذ عابدين، هو انت هنا من الصبح؟ لا يا فخر، انا هنا من سنين طويله قوي. انا ومستر شلبي بنينا الفيلا دي وعملنا الكيان ده كله على كتافنا. صحيح الشغلانه دي اسهل من شغلانات تانية بكتير. انا يعني قاعد على كرسي مريح، مكتب شيك وتكييف، لكن في النهايه الشغلانه دي كلت عمري. وحضرتك عايزني فيها يا استاذ عابدين؟ بص يا سيدي، الفيديو بتاعك عجبني قوي، بعته لكلاينت وعجبه قوي. بجد؟ انت انقذتني يا فخر من موقف صعب جدا، عشان كده
انت من بكره هتشتغل معانا في الشركه دي، بالله هبقى موظف معاكم هنا؟ بس بشرط اشهر. تكون قد المسؤوليه وتصون السر اللي هقول لك عليه. انت الملف بتاعك ما كانش مقبول، انا اشرت عليه بالقبول وحطيته قدام مستر شلبي من غير ما اقول. طب يعني مشكلة ممكن مستر شلبي يعرف وتمشوني ويحصل لي مشكلة؟ لا ما تشيلش هم، مستر شلبي مش فاكر حاجه خالص، هو يعني ظروفه الصحيه بتخليه ما يفتكرش غير الحاجات المهمه قوي. بجد والله ما عارف اقول لك ايه. شكرا جدا يا استاذ عابدين. انت تستاهل كل خير يا فخر. ده مكتب مستر شلبي صاحب الشركه، الريسبشن، ودي يا فخر الميتنج روم، هنا بتتخلق كل الافكار. وده مكتب الاستاذه خوخه HR الشركه، وده بقى يا فخر هيبقى مكتبه، واخد نص يا بحري واخد بالك. وده مكتب دينا الاكاونت مانجر، وده مكتب ايهابي. كده تمام يا فخر، انت كده اتفرجت على الشركه كلها، تقدر تروح. لا ما يصحش اروح، يعني حضرتك روح الاول واني بعديك. لا ما يصحش ايه، انا لسه قاعد عندي شغل. يعني ما يصحش برضك، يعني حضرتك انا هستناك وحضرتك تمشي بعدها نمشي. يا حبيبي روح ارتاح عشان تيجي تستلم شغلك بكره. يعني في ايه مالك متسمر كده ليه؟ بصراحة أنا سايب الشنط بتاعتي جوه عند الأنسة وردة دي في المطبخ، عشان يعني هو انت لسه ما لقيتش سكن؟ الصراحة لسه. طيب بكره خدوا اجازه، دور على سكن وارتاح، وبعد كده بقى تعالى استلم شغلك. حاضر. تعالى يا مستر فخر، تعالى اتفضل، نورت شقتك. الشقه دي هتعجبك قوي وجاهزه من مجاميع، تلاجتك، تلفزيونك، تكييفك، شاشتك، والاوض كلها مكيفه. يعني لو جالك صديق عزيز قريب سعودي خليجي كويتي، يعني أنا تمام. وعلى فكره العداد هنا مش كارت، يعني لو لا قدر الله الكهرباء قطعت 121 الكهرباء، الو الحقوني الكهرباء قطعت، حرامي استغل الضلمه ودخل لا قدر الله يسرق، 122 البوليس، الو الحقوني الحرامي بيهجم. يا أستاذ يا حبيبي معايا تليفون، الحرامي اداك طلقه لا قدر الله واتعورت، 123 الاسعاف، الو الحقوني انا بنزف، وهكذا كل موقف بنزود له رقم. بص هي القصة بس وعشان ما ترجعش تقول عم شعبان اشتغلني، البوتاجاز مش شغال. طب وإيه العمل؟ ما تتخضش كده، هننط شويه ارقام مش اكتر. 129 طوارئ الغاز، الو الحقوني الغاز مش شغال. طب دي بكام؟ طوارئ الغاز؟ لا دي خدمه مجانيه تقريبا بثمن المكالمه العاديه. لا يا عم شعبان، يعني الشقة دي عاملة كام؟ الشقه دي يا سيدي عامله 1000. بالله بجد؟ بالله بجد، انا هزر معاك ولا ايه؟ لا مش قصدي انك بتهزر والله، بس يعني تمام، أنا تمام. وانا تمام. ونصيحه بقى من عمك شعبان، خدها سنه على بعض، 12 شهر، 12,000 دولار، عشان ما تجيش بقى كل شويه تقول لي الو عم شعبان جدد لي، الو عم شعبان كمل لي، الو عم شعبان زود لي. لا يعني استنى بس يا عم شعبان. ايه 6 شهور؟ لا يعني قصدي انا عايز حاجه اهدى من كده. اهدى من كده عشان صوت الشارع، ها ما تخافش، الازاز ده بيتفتح بيتقفل بيتوارب. يا عم اهدى انت يا عم، ثانيه اهدى في السعر، وعني الشباك ما اتقفل اصلا، انا مالي. خلاص تيجي اوريك شقه على بعد 200 متر من هنا ب 750 دولار، ونبقى ما رحناش بعيد. تيجي نروح بعيد. 500 دولار. انت ليه بتكلمني بالدولار؟ 25,000 جنيه. انا مشكلتي مش في تحويل الرقم، مشكلتي في الرقم. بجد محتاجين نروح بعيد. واللي يقرب لك البعيد، مغترب وقاعد لوحدك لا قدر الله اتجننت، هتكلم الحيطه؟ لا طبعا. قوم يا رانيا. رانيا مين؟ رانيا دي بنت حلال، بتسمع تواسي، تطبطب، تدلع، غير منا بقى خالص. منا دي تعاند، تناكف، تسخن، تولع. بص يا عم شعبان، انا لو قعدت في البيت ده مش هبقى براحتي. براحتك. طيب ممكن اقعد في شقه فيها اسره واحده؟ اهو يا سيدي بقى مالكش حجه، كل دول من اسره واحده، ولو اتخانقت لا قدر الله مش هنجيب ناس من البلد، لان حواليك العزوه والسند، ممكن تعتمد على زول، على زول، على كل زول. بص عايز اقعد لوحدي. امسك يا محمد. ها مش بتحب الوحده؟ اهي شقه اهي ما ينفعش تعيش فيها غير لوحدك، بس ميزتها انها صغيره، لو حاجه ضاعت هتلاقيها في ثانيه. ده غير ان لو حد من اصحابك كلمك مش هيقول لك ابات عندك، لا ده هيقول لك ابات مكانك. ولا قدر الله لو اتجوزت مراتك هتغضب وتقعد عند اهلها، لانها مش هترضى تعيش معاك في المزبله دي. انت واخد بنات الناس تمرمطها. ثانيه بس، هو انت عاجبك الوقفه دي؟ انا ظهري مش قادر. طب ما خلاص لما نمشي يا عم شعبان، انا مش عارف اخد نفس. طب زق
طب يلا ايه اهو كده الواحد يعرف ياخد نفسه. طب ما ليش اي سكن ب 400 جنيه؟ انت قلت لي انت منين يا استاذ فقر؟ لا فخر. لا فقر، انت فقر منين؟ من درجلس. طب ما ترجع البلد، ارجع، يمكن لا قدر الله بابا يتعب، ماما تتعب، الجاموسه عندكم تتعب. نصيحه من عمك شعبان، ارجع يا فقر ارجع. طب لا طب انا يا عم شعبان شوف لي اي سكن، طب اي سكن اجره.